صاحب الهدف الأول في هذه المباراة، هدف مهم لدياز الذي مرة أخرى يؤكد بأنه إضافة كبيرة للمنتخب المغربي. هو الهدف اللي حرر المنتخب المغربي يا محمد، وزي انا ما قلت في الشوط الاول اللي كان موجود ان تغيير اللعب من الشمال لليمين. مزراوي قدم مباراة كبيرة، هو فاز بجائزة أفضل لاعب. انا بالنسبة لي مزراوي نعم هو سجل وقدم مباراة كبيرة، انما من نجوم المباراة مزراوي. مزراوي عمل كل حاجة. أنا من المرات النادرة اللي أتفق معك صراحة. بالنسبة لي أيضا مزراوي كان أفضل لاعب. احنا كلنا صراحة قدم مباراة كبيرة صراحة. فدايما الجوائز الفردية بتروح لأصحاب الأهداف، لأن اللي عمل الأسيست لدياز هو مزراوي، اللي عمل التحرك ورا المدافعين. مع انها كرة صعبة وطويلة. ايوه، فمزراوي النهارده عمل كروسات عرضية الشوط الأول وصنع وشاط على المرمى، فعمل كل حاجه، فاعتقد من نجوم المباراه. انما الشوط الثاني اتفق مع الكابتن يوسف، هو شوط افضل للمنتخب المغربي لانه لعب الكوره بتاعته، الكوره القصيره، فاهم، ولعب بسلاسه وبسرعه، والتواجد في منطقه الجزاء بكثافه، المسانده الهجوميه اللي كانت مفقوده في الشوط الاول، فكلها حاجات ايجابيه. ودايما مباراه الافتتاح الاهم فيها ان انت تكسب. تجربتك الشخصيه كمدرب معه منذ بداياته في المستوى العالي كنت سببا رئيسيا فيما وصل اليه الكعبي. اولا هنيئا لنا بهذا الفوز، فوز مهم جدا في البدايه ديال المنافسات. كما حكيتي في الاول على دور الحارس، اليوم بونو كان موجود في الانفراد، كان دوره مهم جدا لان التصدي تاعو الانفراد هو اللي خلانا في المباراه. ثم كما حكى وليد يعني طلب من اللاعبين بين الشوطين التواجد في المنطقه، هو اللي جاب لنا الهدف الاول. يعني شفنا في الهدف الاول تواجد 4 لاعبين في المنطقه، وهذا سهل على دياز انه يكون متحرر ويسجل. هذا هدف استثنائي كابتن، وانت شفته في التمرين كثير هذا الهدف من الكعبي. لا يعني ايوب هذه خاصيه تاعو في التهديف، لا دوبل كيك، يعني متمرس على هذه الاهداف واهداف جميله. يعني سجل مجموعه منهم مع المنتخب المحلي، ثم مع المنتخب الاول، ثم مع الانديه اللي شارك فيها. لاعب عنده خصائص مميزه. تذكرنا باللاعبين الهدافين الكبار التاريخيين تاع كرة القدم العالمية، وبالتالي هدف رائع. تنظن بأن الدخول تاعو غير شيء كثير في المنتخب. وشفنا كيفاش وليد في الأخير دخل مجموعة من اللاعبين باش يعطيهم إيقاع ديال التباري، لأن فرصة جيدة اليوم خاصة بعد الهدف الثاني. الريسك يا جماعة. ليش لعب 2 مهاجمين؟ لا، خد الريسك انه دخل تغييرين في دقيقه 71، كان باقي تقريبا 25 دقيقه، كنا 1-0 فقط. بدري كان لو صعب لي لاعب ما كانش يمكن انه يغير، وما غير بين الشوطين. يعني احنا تنحكيو بس قرارات المدرب هي الصائبه. يعني ما تصاب لاعب، استثمر في دقائق اللعب تاع اللاعبين اللي غيقدر يحتاجهم في المباريات المقبله، وبالتالي تصميم المباراه وتخطيط المباراه يعني صحيح 100%. رغم قد تكون الاسباب والظروف احنا ما نشوفها بطبيعه الحال، لانه هو اللي يعني هو الاحق بالاختيارات تاعو، هو اللي في الاخير نجح في الاختيارات تاعو. وتنظن بانه مهم جدا لنا هذا الفوز. وليد غيتحرر، اللاعبين غيتحرروا، الجمهور غيصير اكثر ثقه في المنتخب، وان شاء الله نتمناو ان النتائج المقبله انها تعطينا تفوق في الاداء وكذلك في التنافسيه، باش يصيروا عندنا لاعبين ان شاء الله الادوار المقبله جاهزين 100%.